مساحة الجزائر 4 أو 5 مرات مساحة المغرب. مساحة الجزائر 4 مرات المغرب، يعني المغرب ربع الجزائر في المساحة. شوفوا المغرب شحال. خويا شي ابوني لهاد القناه، الله يسهل عليك اخويا والله يفرحك في هذا النهار. عنده من السد والجزائر عندها من السد السدود. ولما نسمع الرئيس تبوني باللي السدود ما الانهار ما تمشي تبون، هذا خلق ربي، هذا حوايج تاع ربي. ابني السد وخلي ربو المطار هو يصب. كثير السدود مهمة جدا للماء والأمن الغذائي. عندما نقول المائي معناتها الناس ما تموتش بالعطش. المغرب، شوفوا لي المغرب، مساحة المغرب ربع الجزائر. قداش عندهم المغرب من سد؟ المغرب عنده 152 سد براج، 152 براج. الله يبارك، اللهم لا حسد خوتنا، وهذا خير للشعب المغربي. اللهم لا حسد، عندهم 152 سد. والمغرب تعتبر أكبر دولة في إفريقيا فيها عدد سدود. أكبر دولة عندها السدود اللي قضت على أزمة الماء وأمنت بلادها وشعبها في الأمن المائي هي المغرب. يعني استراتيجية المغرب هي استراتيجية إسرائيل. تعرفوا استفادوا من إسرائيل، لأن يعني إسرائيل متفوقة جدا في الأمن، بالرغم من أنه ما عندهمش الماء لكن يلقاو حلول. إسرائيل يجيبوا الماء، يا عباد ربي يجيبوا الماء اثيوبيا، يجيبوه في بواخر الماء تاع الشرب. إسرائيل تجيب بواخر تاع الماء من إثيوبيا، من السد النهضة، الماء لإسرائيل ويعمروا السدود تاعهم. نعم، هذه المعلومة ما علمتكمش بها. إسرائيل تبني سدود والماء تجيبه من إثيوبيا وتعمر به السد. تتخيلوا هذه؟ إذن المغرب ماخذ لأنه عنده أزولاي عنده مستشار، ما عندوش عبد اللطيف بن القايم. يا رب يا رب. الملك المغربي عنده أزولاي، عندوش عبد القايم. لهذا السبب اللي عنده 152 سد، 152 سد. الله يبارك. الجزائر قداش عندها؟ اللي هي يعني مساحتها 4 مرات من المغرب. عندنا 8، هذو 8 سد وشري. كانوا عندنا 40 سد، كانوا عندنا 40 سد. في بوتفليقة الله يرحمه زاد بنا 40، بوتفليقة الله يرحمه زاد بنا 40 ضعف. نعم، بوتفليقة الله يرحمه بنا ضعف. الآن راهو عندنا 65 أو تقريبا 70 سد مستغلة، وبقى بعض السدود اللي راهي قيد الاستكمال، يعني راهي في رتوشات الأخيرة. لكن وكلهم مسجلين في وقت بوتفليقة، كلهم في وقت بوتفليقة، لأن بوتفليقة رحمه الله نفس الشيء كان عنده تفكير الأمن المائي والأمن الغذائي. بنى 40 سد، طاقة تخزين 8 مليار متر مكعب. معناتها من بوتفليقة الآن زدنا 5 مليار، 3 مليار ولينا 8 مليار. الحمد لله. بالفعل أزمة الماء الآن أقل، ولكن ما زال دائما عندنا أزمة الماء. الشلف اللي فيها سد ومسميها واد الشلف والبحر تقريبا كلش، الشعب 20 ما شربوش الماء، 20 يوم ما شربوش الماء، ما دوشوش. الشلف ماهيش إليزيا، الشلف اللي فيها البحر مسميها تنس وبحر الدنيا وكلش، وكاين تحلية المياه وكاين كلش، 20 يوم ما شربوش الماء. إذا عندنا أزمة اللي هي أزمة ماء. في العالم كاين أزمة ماء. أسكو سمعتوا في العالم كاين حديد؟ ما كانش حديد على راسه. شفتوا علاش انا نقول لكم كاين اولويات؟ انا اولوي باش نروح نحط 4 ملاير في غارج بيلات، ومن بعد نخلطوا بالحديد اللي يجيبوه من استراليا، ونخلط القهوه الخضراء مع القهوه الكحله، ونبدا نرحي الحاجه اللي تنفع اللي هي السد، السدود والمسطحات المائيه اكثر نفع. طريق السكك الحديديه نفع، نفس الشيء ينفع. السدود مهمه جدا. اليوم انا كي قريت في مجلس الوزراء انه الرئيس طلب من الحكومه انجاز سدين، واحد في يدوف وواحد في تمراست، حاجه مليحه. نتمنى برك السد تاع تندوف ما تعطوش الا التراك، ينقيو الحديد، عطوه الناس يشربوه ويفلعوا. اذا كان تبنوا فيها 6 بون باش تعطوه الا تراك ينقيو الحديد، اسمح لي هذا واش مخوفني بلي حاب يدير السد في يدوف باش يعطي
مجمع التوسيع نقل الحديد. اذا كان هذا هو المخطط كارثه. رايحين ما يجي يكمل السد حتى نكونوا ثاني هذا قاشي قاعد نكونوا ثاني كاع مو روحنا معاهم، احنا في روحنا كل روحنا.